الفيديو فيه الترجمة الحرفية والكاملة للندوة الصحفية ديال وليد الركراكي كيف ما تنقلات في التلفزة المغربية. هاد القناة كتقدم الترجمة بالدارجة المغربية للناس اللي ما كيفهموش الفرنسية بلا زيادة وبلا نقصان. إلا بغيتو يوصلكم الجديد ديال أخبار الكرة المغربية والعالمية ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم. بصراحة الرؤية ديال سيدنا والتشجيعات اللي عطانا في بداية المنافسة رسلوا لنا واحد الميساج مؤثر بزاف وعطانا دافع كبير، ودابا كنهديو هاد التأهل للنهائي لصاحب الجلالة الله ينصره، وكنشكروه على كل ما كيدير لينا ولبلادنا. وبالنسبة للماتش راه كان واحد من أصعب الماتشات. بطبيعة الحال لعبنا ضد فريق قوي بزاف، منظم تكتيكيا، قوي بدنيا، جرينا بزاف باش نواجهوهم وعندهم لاعبين موهوبين. هاد النوع ديال الماتشات كيتحسم في التفاصيل، وشفنا هاد الشيء حتى في دومي فينال ديال السنغال ضد مصر. هاد الماتشات كتحسم في الذهن والتركيز وفي أدق التفاصيل. نحن اليوم كنا منظمين مزيان، راه هاد الفريق كان مسجل 14 الهدف قبل، واليوم داروا غير 2 ديال التسديدات وغير وحده كانت مؤثرة. هادشي كيبين باللي الدفاع ديالنا اللي كنت نهضروا عليه هاد 3 سنين واللاعبين طوروا المستوى ديالهم. أنا فرحان بزاف من أجل اللاعبين ومن أجل الجمهور المغربي اللي كيستاهل، حيت عانينا بزاف. واليوم نكونوا في نهائي كأس إفريقيا في بلادنا راه هدية زوينة بزاف، ولكن دابا خاصنا نرتاحوا بسرعة حيت صرفنا طاقة كبيرة، كان تمديد وشفنا حتى الماتش الآخر ديال نيجيريا. كنهني الكوتش إريك شيل دار خدمة كبيرة، وكنهني حتى لاعبينا والجمهور حيت اليوم لعبنا ب 12 لاعب. بصراحة ب 12 بصراحة كان صعيب إنسانيا، ما نكذبش عليك، ولكن ماشي مشكل، ما عنديش حقد وما كنقلبش على الانتقام. هادشي ما كيسكنيش، اللي كيهمني هو تقدير الذات. كاين اللي كيشوف هادشي غرور، ولكن في المغرب مازال ما واجدينش نفسيا لهاد الفكرة. أنا جيت بالمبادئ ديالي، بالتربية ديالي، كيفاش رباتني أمي وبابايا. ديما قالوا لي تيق في راسك. هاد الثقة ما كتمنعنيش نخدم وما كتمنعنيش نكون واثق من راسي. حتى إلا كنا دابا في الفينال وحتى إلا خرجنا من الدور الأول ما كانش غتقطر على تقديري لراسي ونقول أنا مدرب مزيان، حيت اللي درت قبل حتى واحد ما يقدر يمحيه، والله شاهد. ما كنتسناش من الناس يعطيو لي قيمة ولا يقولوا لي شي حاجة. اليوم ما جيتش نقول أنا الأفضل، لا، المهم هو المغرب يكون في الفينال ديال كأس إفريقيا. ولكن بدل ما نضيعوا الوقت في انتقادهم ونقولوا عليهم هكذا ولا هكذا، اليوم كنقول لهم شكرا، حيث حتى هما كان عندهم دور في نجاح كرة القدم المغربية. ولكن أنا ما كنحبش نوقف بزاف عند هذه النقطة. أنا فرحان بالدرجة الأولى من أجل الجماهير، حيث المغرب داز من لحظات صعيبة بزاف، إقصاءات، خيبات، واليوم دازوا سنوات بين المنتخب الأول، المنتخبات الشابة والمنتخب المحلي، ودابا الأمور مزيانة. خاصنا نستمتعوا، نشجعوا ونكونوا إيجابيين. دابا عندنا فينال، وكنعرف إلا خسرنا الفينال غنترجع نولي ننتقد، يعني خاصني نبقى مركز باش إن شاء الله نربحوا كاملين. الأهم هو أن عندنا ستاف طبي عالي المستوى بزاف. عندنا واحد من أحسن الأطباء الرياضيين في العالم، الدكتور بودو. كنقول برافو للطاقم الطبي كامل، حيث خدامين من الصباح حتى الليل وما كيوقفوش. والربح ديال اليوم ماشي غير ديالي ولا ديال اللاعبين، ولكن ديال ستاف كامل. رشيد بن محمود، عبد العزيز، ما حتى هما تنتقدوا سواء عن حق أو بلا حق، وكانوا كيقولوا ما عندناش ستاف قوي. ولكن دابا كنبينوا أن عندنا تحليل فيديو ممتاز، عندنا كيناز، معدين بدنيين، كل شيء خدام. اليوم الربح ديال الجميع، حتى ديال الناس اللي خدامين في الظل، وهذا فوز للمغرب كامل حيث وصلنا للفينال. ولكن باقي المرحلة الأخيرة، خاصنا نسترجعوا بسرعة ذهنيا حيث العواطف وبالخصوص بدنيا باقي عندنا الخدمة. في كل ماتش خاصنا نطوروا راسنا. كان عندنا فرص وكان ممكن نكونوا أدق في التسديد، ولكن المهم أن عندنا هامش للتطور. والأهم هو العقلية اللي خلقنا في هذا الفريق. هذه العقلية بدأت كتنتشر في جميع المنتخبات الوطنية. كان هدفي من نهار خديت هذا المنتخب نبدل المايند سيت ديال اللاعبين ويفهموا باش تكون فريق كبير خاص تلعبوا مع بعضكم، تجريوا مع بعضكم، وتكونوا منضبطين تكتيكيا. واليوم بينا هادشي حيث لعبنا ضد فريق منظم وقدرنا نحلوا المشاكل في الملعب. وملي كنكونوا في هاد الديناميكية كنوليو صعيبين في الهزيمة.
ما بغيتش ندخل في هاد النقاشات، ما عندناش الوقت لهاد الشيء، وبصراحة ما كتهمنيش. أنا كنحب نهضر غير على كرة القدم، ديما كنقول الملعب هو اللي كيهضر. درنا واحد الإنجاز تاريخي، ولكن في المغرب ما تعطاش ليه القيمة الكافية. وصلنا لنصف نهائي كأس العالم، شي حاجة ما عمرها دارت، وطبيعي من بعد التوقعات كترتفع داخل المغرب وخارجه. خاصك تكون فريق مسيطر، خاصك تربح ديما، خاصك تسجل الأهداف. ولكن فاش كتنتقد فريقك عام ونص من بعد، ما خاصكش تستغرب إلى الناس في الخارج حتى هما ينتقدوك، حيت نتوما اللي عطيتو هاد الصورة. وحنا دابا كنحصدوا شي شويه داكشي اللي تزرع. ولكن انا كنعاود ونقول نحنا كنهضروا في الملعب، واليوم كنظن نستحقوا البلاصه ديالنا في الفينال. لعبنا ضد فرق كبار، مالي، الكاميرون، نيجيريا، واليوم غنلعبوا الفينال ضد واحد من اقوى المنتخبات، السنغال. وحنا كنركزوا غير على الميدان، وفي الأخير الناس غادي تبدل رأيها منين تشوف الأداء اللي درناه ضد نيجيريا. قبل الماتش كانوا كيقولوا نيجيريا قوية وعندها لاعبين كبار، وهذا الشيء صحيح، ولكن منين ربحنا بداو كيقولوا لا، نيجيريا ما كانش في المستوى. وهكذا ديما كيدوز. ولكن في الاخر خاصهم يعترفوا ان المغرب دابا ولا امه كرويه كبيره افريقيا وحتى عالميا. ولكن باش نثبتوا هذه المكانه خاصنا نكونوا منتظمين ونربحوا الالقاب. ومباراه الاحد غادي تكون مهمه بزاف في التاريخ ديالنا وفي الهويه ديالنا. احنا ما وصلناش لهذه المرحله بالصدفه، هذا الشيء جاب خدمه كبيره بتضحيات وبتنظيم. كاينين الناس كيشوفوا غير النتيجه، ولكن ما كيشوفوش الخدمه اللي دارت في الكواليس طيله عامين. ملي بديت مع هذا المنتخب كان عندنا هدف واضح، نبنيو فريق قوي منظم وعنده شخصيه. ما كانش الهدف غير نربحوا ماتش ولا جوج، ولكن نكونوا فريق كيقدر ينافس في اي بطوله كبيره. اليوم كنشوف لاعبين كبروا، طوروا، ولاو أكثر نضجا. كاين اللي كان احتياطي ولا رسمي، وكاين اللي كان رسمي وخاصو يرجع يخدم على بلاصتو. هاد الشيء صحي وحنا كنرحبوا به، حيث المنافسة هي اللي كترفع المستوى. اليوم عندنا دكة بدلاء كتقدر تغير أي ماتش، وعندنا حلول في جميع الخطوط. كاين اللي كيقول المغرب فريق دفاعي، ولكن الأرقام كتهدر. كنسجلوا بزاف، كنصنعوا الفرص، وكنضغطوا على الخصم. الدفاع القوي ماشي عيب، بل هو أساس أي فريق كبير. ولكن كرة القدم ما فيها حتى شي ضمان، خاصك تلعب كل ماتش بتركيز عالي، وأي تراخي غادي تعاقب، وهاد الشي شفناه في ماتشات قبل. الفينال ماشي بحال أي ماتش، الفينال كيحتاج شخصية، قلب وتركيز. كاين فرق كتوصل للفينال ولكن ما كتقدرش تربحه. باش تربح الفينال خاصك تكون حاضر ذهنيا وما ترتكبش الأخطاء، حيث تفصيل صغير يقدر يبدل تاريخ أمة كاملة. السنغال منتخب قوي منظم وعنده لاعبين كبار كيعرفوا كيفاش يربحوا، ولكن حتى احنا عندنا لاعبين كبار، عندنا تجربة وعندنا جمهور. اللعب في المغرب ماشي بحال اللعب في أي بلاصة، الضغط كبير والجمهور حاضر بقوة. أي منتخب كيحس بالضغط من أول دقيقة. الجمهور هو اللاعب رقم 12، وإلا كان معنا غادي يعطينا دفعة كبيرة. كنطلب من الجميع يدعم المنتخب من أول دقيقة حتى الآخر ثانية. هذه الفرصة ما كتجيش كل عام، خاصنا نعيشوها ونستغلوها باش نرجعوا كأس إفريقيا للمغرب. أنا بالنسبة لي الإنجاز بلا لقب ما عنده حتى معنى. التاريخ كيتذكر غير اللي ربحوا الكؤوس، وحنا الهدف ديالنا واضح، نربحوا كأس إفريقيا ونرجعوا البسمة للشعب المغربي. أشرف حكيمي قائد حقيقي، رغم الإصابة ورغم المرض عطى كل شيء. هو حامل الحلم ديال هذه المجموعة من عامين. وفي الأخير كنقدم التعازي لعائلة المدرب رولان كوربيس رحمه الله، اللي كان عنده فضل كبير في مسيرتي. وغدا إن شاء الله نتوما اللاعب رقم 12، رفعوا أصواتكم، دعمونا، وخليوا التاريخ يتكتب. إلى الغد بإذن الله. كانت هذه هي الترجمة الحرفية الكاملة للندوة الصحفية ديال وليد الركراكي. إلى عجبكم الفيديو ديروا ليه شير باش توصل المعلومة لأكبر عدد من الناس، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تبقوا دايما متابعين الأخبار الكرة المغربية والعالمية.